اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض بقى ايه؟ الدلع اللي بسمسم. انا هسميه الدلع اللي بسمسم. قد ايه هش وطري الفينو بتاع الافران، بدون زبده ولا بيض ولا لبن حليب ولا لبن بودر ولا زبادي. مش هتتعبي فيه، مكوناته بسيطه جدا وسهله، وان شاء الله تبقى موجوده عندك في البيت. اي اساسيات عجينه، المكونات بتاعته زي اي اساسيات عجينه عندك. تعالوا نشوف مع بعض عملناه ازاي. انا عندي هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، يكون منخول وعليه رشه من الملح. خليه ده على جنب. هنضيف بقى في البوله دي كوبايه من الميه، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقتين كبار من السكر، وخمس معالق من الدقيق. هنقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا جدا لغايه ما تلاقي الخليط ده قدامك عامل شبه الكريمه كده، او يعني الشبيه الاكتر للقوام ده عجينه الكريب اللي هي السايله. تفضلي تقلبي تقلبي لغايه ما الخميره والسكر يدوبوا في الميه تمام. هنغطي البوله بتاعتنا ونسيبها تختمر نص ساعه، تلت ساعة، على حسب المكان بتاعك، درجة حرارة المطبخ عندك، بس طبعا لازم تضغط. بعد ما تختمر ده كده شكلها. بعد ما اختمرت تعالوا بقى نضيف عليها بقية كمية الدقيق ومعلقة كبيرة من الخل وربع كوباية من الزيت. بس خلاص خلصنا، مفيش حاجة تاني. هي دي مكونات العيش الفينو، بسيط جدا وسهل. اي بقى اضافات تانية هتضيفيها مش هقولك ان هي ملهاش لازمة، هي بتطعم الحاجة، بتدي طعم حلو، بس خليكي في السهل البسيط اللي هو تحت ايدك، الموجود مكوناته بس تقدري تشتريها وتقدري تعمليها كمان، عشان لو هتعمليه على طول باستمرار في البيت ما يبقاش مكلف عليك. قلبي واعجني، ولو احتاج ميه كده حبه صغيرين، معلقه بمعلقه، لغايه ما تحصلي على عجينه طريه لينه. عارفين سنه التلزيقه الخفيفه دي؟ هي دي اللي بتدي العجينه نتيجه حلوه جدا في الخبيز. طبعا حركه خلطه التخمير اللي احنا عملناها في الاول دي بتدي للعجينه قوام تاني خالص، مش زي ما بتبدأيها كلها على بعضها. طبعا بتختلف، لان بتخلي العيش او اللقمه اللي معاكي او المخبوزات عامه بتخليها هشه وطريه، وبتقعد مده اطول طازه. تمام، يعني لو سبتيها يومين هتفضل معاكي طازه في التلاجة من غير الفريزر. انا عملت ايه؟ انا سبتها يومين عادي في التلاجة، العيش في اكياس تلاجة محطوط وملفوف في التلاجة. اطلع يا دوب ادفيه كده في صينيه على النار واعمل منه سندوتشات على طول، ومش بسخنه كمان، بيرجع طازه بالظبط كانك لسه عاملاه. اعجني بقى العجينه اللي قدامك دي مدة لا تقل من 7 دقايق 10 دقايق، دي اقل حاجة في العجن. وانا هنا قدامكم بعجن على ايدي من غير العجان عشان تعرفوا ان هو قد ايه بسيط وسهل وما بياخدش وقت. طبعا الدقيق في البيت خير وبركة، والعجن كمان في البيت، العجين وتعجني بايدك بيطلع الطاقة السلبية اللي في الجسم. فطبعا ان شاء الله الخير عندنا جميعا. فعودي نفسك انك تعملي اي حاجة بسيطة من المعجنات، ودخلي الدقيق في البيت لانه خير وبركة. بعد ما عجنا ده شكلها، بصوا شايفين انا حطيت لها مسحه زيت في البوله، شايفين شكلها عامل ازاي، قد ايه طريه. طريقه العجن بتفرق، ما تريحيها برضو بتفرق في الخبيز في الاخر، تديكي نتيجه جميله جدا. بعد كده هنغطي العجينه بتاعتنا بالاسترتش وفوطه نضيفه وغطيها وسيبيها تختمر. بعد ما تختمر ده شكلها بعد التخمير، بتتضاعف حجمها وبتعلى. هنبدا ان احنا ناخد منها كويرات ونقسم. هنقسمها كويرات صغيره على قد مقاس الرغيف اللي انت تبقي محتاجاه نتيجته في الاخر بيبقى شكله ازاي. عايزاه صغير ميني صغنن، اللي هو الميني بتيبان الصغنن ده خالص، ابدأي ان انتي قسمي كويرات صغيرة. عايزة الرغيف يطلع متوسط، ابدأي ان انتي اعملي كويرات متوسطة. كل ما هتكبري كرة العجين كل ما هيديكي رغيف اكبر، وده طبعا هيفرق في الخبيز، هياخد وقت اطول في الخبز، وكمان هياخد مساحة في الصينية. فاعملي حسابك لكل ده. بعد ما قسمنا العجينة بتاعتنا خلاص كلها قسمناها كويرات. اهم حاجة طبعا لو هتحطيها على بلانشة او هتحطيها مثلا في طبق او حاجة، ادهنيه مسحة زيت خفيفة عشان بس ما تلزقش معاكي لانها هتخمر تاني. بعد ما خلصنا كويرات العجين كلها وطبعا نحط لها مسحة الزيت، خدي بقى اول كورة انتي كورتيها خالص، لان هي دي اللي هتكوني ارتاحت معاكي ودي اللي خمرت، فخديها ابدأي بيها. وطبعا لازم في مرحلة التخمير او بعد ما كورتي كل كور العجين غطيها عشان ما يخلش لهاش هوا وتبدأ ان هي تبوظ معاكي في الخبيز. احنا مش عايزين بقى نوصل للمرحلة دي، عايزين نكمل على خير. غطيها كويس، وبعد كده خدي بقى الكرة اللي انتي بدأتي بيها اول واحدة، ابدأي افرديها قدامك زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. مش محتاجة نشابة ومش محتاجة حاجة، انتي بايديكي هتفرديها لان هي طرية جدا ولينة، وطبعا مرتاحة كويس في التخمير، فهتساعدك في ان هي تبقى سهلة وسلسة في الفرد. ابدأي افرديها بالطريقة دي على شكل بيضاوي، على شكل دايرة، زي ما تطلع معاكي افرديها، هي في اللفة هتتظبط. بعد ما فردناها زي ما انتوا شايفين بسمك متوسط، ولا رفيع قوي ولا سميكة قوي. تمام. بعد كده
بعد ما فردناها هنبدأ ان احنا نقفل الطرف اللي قدامنا، احنا هنتنيها تانية صغيرة. التانية اللي انتي تنيتيها او قفلتيها دي هتبدأي ان انتي تثبتيها بأطراف صوابعك، واللفة التانية نفس النظام، هتبدأي تقفليها تثبتيها برضو بأطراف صوابعك. هما لفتين اتنين بس اللي هتعمليهم كده. بقية العجينة اللي قدامك اللي لسه ما تلفتش لفيها رول عادي جدا. خلاص، هما بس اول لفتين بتبداي ان انتي تثبتي بصوابعك، بعد كده بتلفي عادي بقى رول عادي خالص. تمام. بعد ما نقفل لفينا الرول كله للاخر، هنبدا ان احنا نقفل العجينه بقى كويس جدا. الاطراف بتاعتها اللي طالعه دي لازم تقفليها كويس جدا عشان ما تتفتحش منك في التخمير، وكمان ما تتفتحش منك في التسويه. قفلي بقى الاطراف بتاعت العيش من الجوانب، خليها كده على شكل بيضاوي عشان تبقى شكل العيش بتاع بره. وقفلي الاطراف كويس خالص. الطرف الاخير اللي انتي وصلتي له قفليه كويس، ادمجيه مع الرغيف، يعني ثبتيه كويس بايديكي زي ما انتوا شايفين، زي ما انا ما بعمل كده. وبعد كده اقلبي الرغيف ده في الصينيه على ظهره، على القفله بتاعتك. ما تخليش القفله دي من فوق، خليها من تحت في ارضيه الصينيه. وامسحي الصينيه بتاعت الخبيز بمسحه زيت خفيفه خالص، ادهنيها دهنه خفيفه من الزيت و... ورصي فيها الأرغفة بتاعتك. وكده يبقى احنا خلاص خلصنا. هنعمل بقى كله بنفس الطريقة. تمام. بعد ما تشكلي هتسيبيها تخمر تاني، وكمان اللقمة تطلع معاكي خفيفة. هنا بعد ما خلصنا كل الكمية حطيناها في الصواني بتاعتنا وغطيناها طبعا عشان تخمر، وغطيها عشان تخمر كويس. بعد كده هنجيب شوية مية بسكر في البخاخة، او بفرشة كده سيليكون في طبق. دوبي شوية مية بسكر، ودهني بقى الوش بتاع الأرغفة بتاعت الفينو بتاعتك بخفية جدا. واهم حاجة وانت بترصي العيش في الصواني، سيبي مساحة للتخمير والخبيز، لان التخمير ليه مرحلة بياخد حجمه، والخبيز بيكبر اكتر في الفرن. فسيبي مساحة للخبيز وللتخمير، سيبي مسافة ما بين كل رغيف والتاني. ادهني بقى العيش بتاعك، الوش بتاع العيش بخفية خالص، خليكي رقيقة كده وحنينة عشان خاطر ما التخبير والهواء اللي جوه الرغيف ما يطلعش. ادهني بخفية بقطنة، لو ما عندكيش فرشة بفرشة، لو موجودة ادهني. يا ريت لو بخاخة يبقى افضل. انا عندي البخاخة بايظة، فروحت حطاه في طبق كده ميه بسكر ودوبتها، وبدات ادهن زي ما انتوا شايفين كده بالفرشه السيليكون. بعد كده رشيت الوش سمسم، بس الرغيف اللي هتدهنيه هو ده اللي انت هترشيه. ما تستنيش انك تدهني كله وبعد كده تروحي حاطه السمسم. سخني الفرن كويس قوي من وانت بتشكلي. في مرحله التشكيل سخني الفرن كويس جدا. دخلي بقى الصواني بتاعتك على درجة حرارة عالية، الرف الأقرب للنار تحت. وبعد كده لو انت عندك الشواية بتشتغل لوحدها منفصلة عن البوتاجاز، شغلي بعد التسوية، يعني بعد ما تتأكدي ان هو استوى من الأرضية او اخد احمرار بسيط جدا، ماشي، ارفعيه شويه تحت الشوايه، بس ابعديه حبه وعينك عليه عشان ما يتحرقش. يا اما لو بتشغلي الاتنين مع بعض، شغلي الشوايه مع الفرن عادي، بس يعني برضو عينك عليه برضو عشان ما يتلسعش، وخلي الصواني تحت ما ترفعوهاش. مفيش 10 دقايق، ربع ساعه بالكتير هيكون معاكي طالع، بالكتير قوي. تمام. هيكون العيش طالع معاكي. اول ما يطلع بقى وهو سخن كده، رشيه برضو بحبه ميه، او ادهنيه برضو بحبه ميه عاديه، ميه عاديه من غير سكر، بالفرشه او بالبخاخه. ورشي حبه ميه وغطيه بحته قماشه نظيفه او بالفوطه المخصصه للمعجنات، وغطي الصواني بتاعتك 5 دقايق، وشيلي القماشه من عليهم او الفوط بتاعه المعجنات، شيليها بقى خلاص زي ما انا عملت كده. بصوا انا كده بشيل بقى القماشه اللي من عليها. القماش الابيض ده انا مخصصاه للمعجنات، بعمل منه بغطي منه الصواني، او لو عجينه عندي هتخمر بخليه كده واروح شايله. بصوا شايفين ده العيش بتاعنا بعد ما طلع من الفرن وقعد 5 دقايق تريحه كده من الحراره. بصوا الجمال، هش قوي قوي وطري وتحفه، طالع ممتاز جدا. انا هعمله على طول بقى عشان الطريقه عجبتني. انا خدت الطريقه دي من الفرن. بصوا شايفين قد ايه طري وهش، جميل في منتهى، ولونه حلو قوي، والتحمير بتاعه مظبوط، يعني واخد اللون الذهبي المظبوط. انا راضيه عنه الصراحه، انا راضيه عنه في جميع المراحل، التخمير والتسويه. شايفين قد ايه عامل ازاي، هش قوي. تعالوا بصوا افتح لكم العيش من جوه. بصوا من جوه شايفين اللبابه بتاعه العيش الحلوه الجميله الخفيفه ده، طعمه حلو قوي. ان شاء الله جربوه هيعجبكم. ده شكله في طبق التقديم. بصوا الجمال، اعملي منه بقى سندوتشات ولفيه بس كويس، المهم انهم يخشلوش هوا. وان شاء الله تجربوا الطريقه دي قد ايه بسيطه،
مش مكلفه قوي زي بقيه العيش التاني او الوصفات التانية اللي احنا بنشوفها. ان شاء الله تجربوه باذن الله ويعجبكم. بس وبكده نكون خلصنا ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده نال اعجاب حضراتكم. ما تنسونيش بقى ايه، شجعوني بلايك حلو وشيروا الفيديو عشان انتوا تستفادوا وغيركم يستفاد. وجربوا الوصفة ان شاء الله هتعجبكم. ونتقابل مع بعض في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.